منذ متى سمعنا أحدا في هذا المجتمع المحافظ يقدح في الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الرجل الهمام، هذا الصحابي الملك، هذا العالم المفخم، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيه ما قيل، ظلم كثيرا وسهم في ظلمه كثير من كتاب التاريخ، ومع الأسف أن كثيرا من كتاب التاريخ ينتسبون إلى الرفض والتشيع. هذه الشخصية نالت من الظلم في التاريخ ما نالت، وبكل أسف بعض الناس قد يتابع بعض القنوات أو مواقع الانترنت فيقرأ فيتأثر وما عرف قيمة هؤلاء. كان ملكا على الحرمين وعلى مصر وعلى الشام وعلى العراق وعلى المغرب وعلى اليمن، شارك معه في حنين، وشارك معه في الطائف، وشارك أيضا في تبوك، بل شارك في حرب اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب مع وحشي. من هذا عباد الله؟ إنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتعجبون من كسرى وقيصر ولا تعجبون من كسرى العرب؟ قال: ومن ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: معاوية. ومع ذلك والعياذ بالله نسمع من ينتقص من معاوية ويطعن في معاوية. يقول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ويصف الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة، الانفتاح الإعلامي الذي بليت به الأمة أدى إلى أن يتسرب إلينا الغث والسمين والمنكر وغير المنكر، وأصبحت القنوات الفضائية ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كما يقال تحمل لنا كل ما هب ودب.
الانفتاح الإعلامي كان المجتمع مجتمع محافظ لا يدخله إلا ما يكون قريبا من الكتاب والسنة إلى حد كبير. لكن لما فتحت علينا أبواب الإعلام أصبح يفد إلينا الكثير والكثير من الأوهام. ومن أسوأ ما ورد إلينا قضية خطيرة جدا، ومع الأسف بلينا بها في هذا الوقت مع أن هذا المجتمع نشأ بعيدا عنها، ألا وهي القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منذ متى سمعنا أحدا في هذا المجتمع المحافظ يقدح في الصحابة؟ لأن هذا المجتمع كان هناك من يقوم على توجيهه وعلى تعليمه وعلى الإفتاء فيه، لكن لما فتحت هذه الأبواب حملت لنا السموم وحملت لنا كثيرا من الكذب والوهم وحملت لنا كثيرا من الافتراء، سواء كان في ديننا أو في رسولنا أو في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرنا نسمع بين الوهلة والأخرى ذلك النعيق وذلك النباح الذي يتشدق به البعض حينما ينالون من بعض الصحابة. ولو كان الكلام دقيقا ربما أنا لا يهمني كثيرا ما يحدث من الرافضة، لا يهمني كثيرا، لأنهم يعرف منهجهم ويعرف دينهم وتعرف عقيدتهم، وهذه قضية مسلمة، قضية مسلمة، فلا يؤخذ شيء من الرافضة أبدا. لكن المصيبة حينما يبتلى بعض الذين ينتسبون إلى السنة فيتكلمون في الصحابة أو في بعض الصحابة وينتقصون منهم ويجرحونهم. من أنتم؟ هل تعرفون من الصحابة؟ إنهم الذين اختارهم الله، نعم اختارهم الله واصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لحمل هذا الدين ونشره، اصطفاهم الله لفتح البلاد وإخراج العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. ورأينا الصحابة كيف حملوا الإسلام وانتشروا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يبلغون دين الله، ينشرون الكتاب والسنة، قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، تركوا الأوطان وهجروا الزوجات وخرجوا إلى الثغور، ينشرون الكتاب والسنة، يرفعون لواء الجهاد، يدعون إلى هذا الدين العظيم. ثم بكل أسف تأتي حشرات، تأتي علاقات، فيتكلمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يا إخواني، شرف الصحبة شرف لا يدانيه شرف. سئل المعافى بن عمران وهو شيخ الإسلام في الكوفة في وقته: أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه وأرضاه أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا يساويه 600 عمر بن عبد العزيز. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه
أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال إن التراب الذي في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. ونحن نعرف من هو عمر بن عبد العزيز، ونعرف من هو ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. ولما سئل الإمام أحمد يا أبا عبد الله أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز؟ قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قالوا خير من عمر؟ قال أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني؟ انظروا الميزان الحقيقي يا أخواني. مع أن نعرف أن الذي فعله عمر بن عبد العزيز في 2 و5 أشهر لم يفعله كثير من الحكام في عشرات السنين، والخلفاء ما فعلوا مثله. ومع ذلك يا أخواني يبقى شرف الصحبة، شرف الصحبة. إذا صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم حقنا عليهم التربي عنهم، محبتهم، تقديرهم، الثناء عليهم. نعلم أنهم أفضل الناس وأفضل الخلق بعد الأنبياء. الأنبياء يأتون في المرتبة الأولى، فيأتي بعد الأنبياء أيها الأحبة صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا يليق لمسلم ولا لمؤمن أن ينتقص شيئا أو أحدا من الصحابة، والذي وقع بينهم نسكت عنه، فتنة وقعت. أيها الأحبة سأتحدث اليوم عن رجل ظلم كثيرا وساهم في ظلمه كثير من كتاب التاريخ. ومع الأسف أن كثيرا من كتاب التاريخ ينتسبون إلى الرفض والتشيع. إنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الهمام، هذا الصحابي الملك، هذا العالم المفخم، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيه ما قيل. لا أنسى أيها الأحبة، كنت في المرحلة الابتدائية وأهدي إلي كتاب، وفي ذلك الوقت كانت الكتب نادرة قليلة، قصة كانوا يسمونها قصة الناجحين. وإذا بي أقرأ، وماذا أقرأ؟ كله سب وشتم لمعاوية، فأبغضته وأنا طفل صغير لا أعلم، لكن ما قرأته في تلك الكتب السيئة التي وصلت إلينا من لبنان وغيرها كانت تشبعنا بهذا. فلما بدأت أقرأ وإذا شتان حتى نعرف الكتابة والتأليف ماذا تفعل بالناس إذا كانت منحرفة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان، وهل يخفى القمر؟ خال المؤمنين. وهكذا اصطلح كتاب السير والتاريخ. الذهبي وابن حجر وغيره كانوا يسمونه خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ونال أوسمة عظيمة، من تلك الأوسمة عباد الله أنه كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هل هناك منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ أن جزء من كتاب ربنا الذي هو بين أيدينا كتبه معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل تكلم به ونقله الأمين جبريل عليه السلام إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ونال شرفا معاوية أن كتب شيئا من القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في الأمة إلى هذه الساعة. كاتب الوحي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان يكتب له الكتب. رجل بمثل هذه المكانة، نعم، لقد كان للرافضة سببا مهما في تسويد سيرة هذا الرجل العظيم.
صحابي جليل أسلم قبل أبيه وأسلم قبل الفتح، وكان صلى الله عليه وسلم يدريه منه ويستأمنه على بعض كتبه. بل يا رعاك الله ماذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية في صحيح مسلم؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال: اللهم علمه الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو له: اللهم اجعله هاديا مهديا. رجل يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، ثم بعد ذلك ينال منه ويوقع في عرضه. أين العقول؟ بكل أسف لم نستفق من فعل الرافضة وهذا التشيع حتى بلينا ببعض من ينتسب إلى السنة والإسلام يقدح في معاوية. رجل يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، أبعد هذا شرف يا عباد الله؟ وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا الحديث صحيح في المسند، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. شيء عجيب يا عباد الله، صحابي بهذه المنزلة. عباد الله، لقد نال معاوية رضي الله عنه وأرضاه شرفا عظيما، سواء بنسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. إن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا أو غير نسبي وسببي وصهري. وأم حبيبة، نحن نعلم من هي أم حبيبة، أمنا رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: كان معاوية من الكتبة والحسبة والفصحة، أسلم قبيل الفتح، وقيل عام القضية، أي حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. عده ابن عباس من الفقهاء وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير من كتاب التاريخ ويذكر ذلك السيوطي أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 163 حديثا. 163 حديثا. ثم يقول ابن عساكر رحمه الله: وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي والكتب، وحدث عن أخته أم حبيبة، وحدث عن أبي بكر وعمر، وحدث عنه جمع من الصحابة. من هذا عباد الله؟ إنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان طويل الجسم، جميلا، أبيضا، قويا، شجاعا، كريما، حليما، صبورا. ويشهد بذلك كل كتاب التاريخ. كل كتاب التاريخ يشهدون بذلك. وكان يخضب لحيته بالحناء فتبدو كالذهب. حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. يوم من الأيام كان يخطب، وكان بجانبه الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. إن ابني هذا الحسن، وفعلا
بعدما استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه وبايع أهل العراق للحسن، وخرج معه أهل العراق كالجبال لمقابلة معاوية ولقتال معاوية، وإذا بعمرو بن العاص يقول يا معاوية لقد جاءك أهل العراق كالجبال، فيقول معاوية لا خير فينا، إن قتل هؤلاء وقتل هؤلاء من لي بنساء المسلمين ومن لي بضيعاتهم؟ فأرسل عبد الرحمن بن سمرة وأحد الصحابة الآخرين فذهبوا إلى الحسن وتفاوضوا مع الحسن، وقبل الحسن الصلح، وحدث الاجتماع في عام الجماعة في عام 41 من الهجرة، وتنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحقن الله دماء المسلمين. أيتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة لرجل ليس أهلا للخلافة؟ والله ما يحدث هذا. ولذلك أهل العراق يقولون الحسن أنت على الإسلام عار، قال عار خير من النار. أيها الأحبة، إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه مكث واليا على الشام 20 سنة. من ولاه؟ ولاه ذلك الذي كان ينزل القرآن مصدقا لكلامه، ولاه عمر، واختاره عمر. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أتعجبون من كسرى وقيصر ولا تعجبون من كسرى العرب؟ قال ومن ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال معاوية. كان يسميه عمر كسرى العرب. فيوليه عمر رضي الله عنه وأرضاه الشام ويحسن القيادة، ثم يستشهد عمر ويلي عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيثبت معاوية واليا على الشام لأنه أهل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معاوية يسود الناس بعقل وحنكة وتدبير، فقيل له كان أسود من أبي بكر؟ قال كان أبو بكر خير منه وكان معاوية أسودا. قالوا كان خيرا من عمر؟ قال عمر خير منه ولكن معاوية كان أسودا من السيادة. قالوا خير من عثمان؟ قال عثمان خير منه ولكن كان معاوية أسودا، بمعنى كان أكثر سيادة وحنكة وتدبيرا للأمور. من يقول هذا؟ إنه عبد الله بن عمر. وهل نعني من هو عبد الله بن عمر؟ أيها الأحبة، هذه الشخصية نالت من الظلم في التاريخ ما نالت، وبكل أسف بعض الناس قد يتابع بعض القنوات أو مواقع الانترنت فيقرأ فيتأثر وما عرف قيمة هؤلاء الصحابة أيها الأحبة الذين نتبرأ من كل من ينتقص منهم أو يقدح في عدالتهم أو يتكلم في عرضهم، لأنهم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، تقول أم حرام ابن ملحان رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندنا فقام مسرورا فقال صلى الله عليه وسلم رأيت رؤيا. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام بنت ملحان ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم
أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت ادعوا الله أن أكون منهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا. ولذلك أم حرام بنت ملحان كانت من الجيش الذين غزوا أول غزوة بحرية، وكان ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من غزا بالمسلمين في البحر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم قد أوجبوا، قال العلماء أوجبوا أي وجبت لهم المغفرة، وجبت لهم الجنة. وهل هذا يمكن أن يستثني معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي جهز السفن وكان قائدا في تلك السفن؟ لا يمكن. قد أوجبوا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا معاوية هو أول من غزا البحر رضي الله عنه وأرضاه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال إيل عمري. وهل سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني؟ ثم قال معاوية. يقول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ويصف الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. يقول الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، يقول كيف لو أدركتم معاوية في عدله؟ ويقول قتادة رضي الله عنه وأرضاه لو أن أحدكم رأى عمل معاوية لقال أكثركم إنه المهدي، لقال أكثركم إنه المهدي. أيها الأحبة، كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه جوادا كريما يعطي عطاء عجيب. دخل عليه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه قال والله يا حسن لأعطيك عطاء لم أعطه أحد قبلك ولم أعطيه أحد بعدك. انظروا إلى هذا الشرف. يا حسن سأعطيك عطاء لم أعطه أحد قبلك ولم أعطه أحد بعدك، فأجازه ب400,000 يعني أجازه ب400 مليون. أو نشك بعد ذلك في كرم معاوية، يرسل إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها 100,000 فما تمسي رضي الله عنها وأرضاها وبقي عندها شيء. وكان يتعاهد أمهات المؤمنين والصحابة وأهل بدر والمهاجرون لأنه كان كريما، كان كريما أيها الأحبة. يقول أبو الدرداء عن معاوية لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية. ويقول صلى الله عليه وسلم واسمعوا يا رعاكم الله كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة بعده: ستكون خلافة نبوة ورحمة. وفعلا استمرت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، و6 أشهر وقيل 3 أشهر في زمن الحسن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يكون ملك ورحمة، فوصف عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه عهد ملك ورحمة. ثم يكون ملك جبري ثم يكون ملك عضوض. حديث صحيح. يقول ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة عباد الله:
ويح ابن أبي سفيان ما رأيت أحدا كان أخلق للملك منه، وإن كان الناس ليرجون منه رجاء إلا وجدوه. بمعنى ما كان الناس يرجون شيئا منه إلا وجدوه، ولم يكن بالضيق المتغضب ولا الحصر الحصوص، بل يقال عنه أنه كان بعض الناس ربما حاول أن يكذب عليه ويعلم معاوية فيقبل هذا، ويحاول أن يخدعه فيقبل هذا، كل ذلك حتى يتلطف المسلمين. يدخل عليه رجل كبير في السن، قال يا معاوية، قال ما وراءك يا رجل؟ قال لقد نذرت أن أضرب رأسك بهذه الخرقة، وهو ملك وهو خليفة وهو أمير للمؤمنين. فنظر إليه معاوية رضي الله عنه وتبسم، قال يا رجل أوفي بنذرك وترفق بالشيخ الكبير. لم يتكبر ولم يتعالى، وإنما قدر لهذا الرجل شيبته وفكره وعقله، قال أوفي بنذرك، اضرب رأسي، لكن ترفق بالشيخ الكبير. أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انظر أيها الأحبة كيف يطلب الله منا أن نستغفر للذين سبقونا بالإيمان، وأن نثني عليهم وأن ندعو لهم، لأنهم ظفروا أيها الأحبة بميزة وبشرف أنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لقد شارك معاوية رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة بعد الفتح. شارك معه في حنين، وشارك معه في الطائف، وشارك أيضا في تبوك، بل شارك في حرب اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب مع وحشي. وحشي ضربه برمحه فلحقه معاوية بالسيف فأجهز عليه. رجل قوي، رجل عالم، رجل فقيه، رجل جلد كريم، ومع ذلك والعياذ بالله نسمع من ينتقص من معاوية ويطعن في معاوية. أيها الأحبة، فتح البلاد، كان ملكا على الحرمين وعلى مصر وعلى الشام وعلى العراق وعلى المغرب وعلى اليمن. جيش الجيوش، يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. أيها الأحبة، ماذا بعد هذا الشرف؟ هذه كلها كاتب وحي، صحابي جليل، خال المؤمنين، فاتح الفتوحات، أول من غزا في البحر. ماذا نقول بعد ذلك؟ إنها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. مات رضي الله عنه وأرضاه في رجب في سنة 60 من الهجرة، عاش 77 سنة. انظروا إلى هذا الشرف وهذه المحبة. لما دنت سكرات الموت من معاوية كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قص شعره في المروة في عمرة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونال شرف أنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فاحتفظ بشعره واحتفظ بشيء من قلامة أظفار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحس بالموت دعا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبأظافره فغسلها ثم اغتسل بها، وقال إذا أنا مت فضعوها على عيني وفي أنفي حتى ألقى رب العالمين، ثم بعد ذلك فليفعل بي ما شاء ربنا سبحانه. أيها الأحبة، هذه سيرة شخص ظلمه التاريخ أيما ظلم، وظلمه كثير من المسلمين بعدم قراءة سيرته الناصعة وبعدم معرفة تاريخه الناجع الجميل الأبيض الذي ربما بل أقول لا يدانيه أحد من ملوك الدنيا في فعله، في جهاده، في بذله، في أشياء كثيرة. قد يقول قائل والذي ذكر في التاريخ عن الصحابة، فنقول
إما أن يكون ضعيفا غير صحيح، أو مبالغ فيه، أو أمر وقعوا فيه بقدر الله سبحانه وتعالى. المجتهد له المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. أيها الأحبة، الله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرضى أن يدنس عرضهم أو أن ينال منهم. معاوية وما فوقه، أو معاوية وما دونه، وما يفعله الرافضة وما يفعله أعداء السنة بسب أبي بكر وعمر وعثمان وسب الصحابة وسب أمهات المؤمنين، هذا ليس من الدين في شيء. هذا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أيها الأحبة أن يعتز بهذه المكانة لأولئك الرجال الذين اصطفاهم ربنا سبحانه لصحبة نبيه ولحمل الدين من بعده. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، انصر إخواننا في الشام، وانصر إخواننا في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم رد عنهم ذلك البرد القارس، اللهم رد عنهم ذلك الجوع القارس، اللهم كن لهم وكل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من انتقص صحابة رسولنا الكريم اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم غيرتك على كتابك وعلى سنة رسولك وعلى صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مختلفا علينا. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في الدعوة إلى دينك، واستعملنا في الذب عن سنة رسولك وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.